مجموعة الكاتب والمعلق الرياضي الدكتور عادل سعد في الوجه الآخر لكرة القدم، ودي كانت أول أعماله وش الخير زي ما بيقول. وبعدها توالت الأعمال: دراما كرة القدم، حدث في المستطيل الأخضر، 100 عام في الأولمبياد، كورة بيديا، وأخيرا كأس العالم. حسين حجازي أول لاعب مصري يحترف خارج البلاد. الكتاب متوفر في مؤسسة عابر بنسختين، الإنجليزي والعربي، ترجمة الأستاذ مصطفى محروس. سعر النسخة بمعرض الكتاب 175 جنيه، النسخة العربي طبعا، أما النسخة الإنجليزي ب175 جنيه برضه. ساقطون في وحل المخدرات، واللي في رأيي أهم كتاب للشباب اللي بيحب الكورة وعنده تطلعات كتيرة إنه يكون لاعب ومحترف، أو نفسه يبقى مشهور بصرف النظر عن المجال. عايزة أقولك إن قبل ما تاخد قرار في حياتك لازم تقرأ الكتاب ده. اللاعيبة المشاهير دول قرار واحد غلط في حياتهم ضيع نجوميتهم للأسف. الكتاب في المعرض ب120 جنيه.